ليه؟ علشان لو هو موجود هنا في مصر، في ناس من الطبقة اللي حوالين الخليفة هتديله اسفين تنطره او يؤمر باعدامه، بمعنى فيه مكائد ودسائس. وبسبب الموضوع ده احمد بن طولون جه مصر. قبل مجيئه لازم نحكي ايه اللي حصل مع الخليفة العباسي نفسه، الخليفة المقتدر. بدأت حكاية ابن طولون لما يحكي لنا يوسف أحمد بن يوسف بن إبراهيم الشهير بابن الداية. يوسف بن إبراهيم الشهير بابن الداية أبو أحمد ده أمه كانت مربية لشقيق هارون الرشيد ومرضعة للخليفة المعتصم ابن هارون الرشيد. اتجوزت ابراهيم وخلفت يوسف. يوسف كان كاتب وطبيب وفلكي وبارع في الكيمياء وكذا كذا، راجل مثقف وعالم، متربي فين؟ مع اولاد هارون الرشيد في القصر. لما مات المعتصم الخليفه ومات اسحاق اخوه، مات اخو هارون، ومات الناس اللي ليه في البلاط، ساب ده كله وجي مصر سنه 227 هجري، لغايه ولايه احمد بن طولون على مصر 251 هجري. يعني قعد في مصر حوالي 30 سنه على الاقل. 30 سنه. يوسف ابن ابراهيم الشهير بابن الدايه او الطبيب ابن الدايه. يوسف ده خلف احمد هنا في مصر سنه 235 هجري. طبعا كده البلاط اللي اتولد فيه يوسف وابنه ولائهم لمين؟ ايه؟ للعباسيين، صح كده؟ العباسيين. حد ليه شك في الموضوع ده؟ ولائهم لمين؟ للعباسيين. متربيين اكلين شاربين نايمين مع بعض مع العباسيين، ومع ايه؟ الخليفه واولاد الخليفه ذات نفسه.